ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه النهارده؟ يا ترى دوستوا اعجاب بالفيديو واشتركتوا في القناه؟ احنا عايزين نسمع رايكم. الفيديو ده عجبكم ولا لا؟ الضابط بتاع النهارده جاي ينفذ حكم الاعدام في الولد ده. يا ترى هو مبسوط؟ لا طبعا مش مبسوط، لان هو الراجل ده عنده اسره وهو عايز كان يسلم عليهم، بس ما ينفعش يسلم عليهم لان هو لازم يتنفذ فيه حكم الاعدام. هما كلهم عايزين يبقوا جاهزين يعدموه، بس مع كل أسف طبعا هو الراجل واضح ان هو كان عمل حاجة صعبة جدا، ودلوقتي آن أوان الحكم بتاعه. الأسرة بتاعته طبعا قاعدة في البيت عارفين ان هو مش راجع تاني، بس الأم ما بقتش قادرة تستحمل الابن. تاني يوم الابن كان عمال يعيط، والأم كانت مش عارفة تعمل ايه. هي بتجهز للشغل بتاعها كالعادة، والابن كان عمال برضه لسه عمال يعيط. بتقول له بقى خلاص بقى انا مش قادرة، انا خلاص هسيب البيت وامشي. يا ترى هي هتسيب البيت وتمشي وتسيب الولد لوحده؟ شكلها كده مسافرة مع الراجل الغني ده، هي مبقتش مستحملة تعيش مع الولد، بس ما ينفعش برضه تسيبه لوحده. يا ترى ايه اللي ممكن يحصل له؟ الضابط ده رايح يدور على الأسرة بتاعة الراجل اللي مات، بس هو ما يعرفش إن الست مشيت خلاص. دي سابته، ده شافها وهي ماشية، رايح يبص على البيت يشوف الولد لسه هناك ولا لأ. بيقول أكيد البيت فاضي، بس سمع الولد عمال يعيط، جري عليه عشان يشوفه. استغرب جدا إن هو كل الناس سايبة الولد لوحده. الولد بيعيط وبتساب لوحده، ما ينفعش كده أبدا. راح عند الأسرة اللي جنبهم وقال لها بقولك ايه، انت شفتي أبو الولد ده؟ أنا شفت أمه ماشية من بعيد. قالت له دي ست زبالة، ما ينفعش إن احنا نقرب منها. قالت له طب أنا هاخد بالي من الولد معاك، ما تخافش أنا هربيه مع بنتي. بعد ما الولد والبنت كبروا والست كانت بتاخد بالها من البنت على الآخر، وكمان كانت بتاخد بالها من الولد، بس البنت كانت شاطرة في المدرسة طبعا. أما الولد بقى ما كانش شاطر قوي في المدرسة. طبعا الأم كانت على طول مبسوطة ببنتها، بس ما كانتش مبسوطة بدرجات الولد. هو فرحان بنفسه إن هو ساقط، وهي بتقول له أنا هفضل أعلم فيك لغاية إمتى؟ الولد بيطلع جري على أوضته ومش طايق نفسه، مش قادر يقدر إن الست دي بتربيه وبتحاول تعمل منه ولد كويس، بدل ما كان هيروح ملجأ ومش هيعرف يعيش فيه. الولد بياخد لعبة البنت ويسرقها، وهو عمال يلعب في كل حاجة بطريقة وحشة. واضح إن هو ما كانش تربيته كويسة وهو صغير، بس الست دي ربت الاتنين مع بعض. يمكن حاجة في أخلاقه موروثة من أهله، بس البنت عمالة تشوف هو ليه الولد ده عايش معاهم. الظابط بيجي بيقولها ايه اللي حصل، حكيت له القصة كلها. قال لها ما تقلقيش، أنا هعرف أتصرف معاه، أنا هاخدهم هما الاتنين أخرجهم، يمكن نعرف نوصل لحاجة. ويبص فوق لقى قطتين متشعلقين في شجرة. قال للبنت ايه رأيك أعرف أروح أنقذهم لك، ولا انتي هتعرفي تطلعي تجيبيهم؟ البنت عرفت فعلا تطلع وتجيب أول قطة، وكانت القطة تايهة ومش عارفة تعمل حاجة. يقول الواد ايه رأيك تطلع انت تجيب تاني قطة؟ الولد بص للشجرة وقال انا هكسر الشجرة واوقعها هنزل منها القطة. قالوا لا، الطريقة ما بتتعملش بالطريقة دي. وقع الشجرة والقطة طلعت تجري. طبعا عمل زحمة في المرور. هو كان مبسوط بنفسه ان هو عارف يلاقي حل. بيقول له مش دي الطريقة اللي انت تعمل بيها، وراح ضرب الولد. طبعا احنا مش بنشجع على ضرب الاولاد الصغيرين، بس مش عارفين نعمل ايه مع الولد ده. كل التصرفات بتقول ان هو طريقته مش كويسة. هو بص وراه لقى امه الحقيقية. قالت له انا وابوك، وانا ندمانة ان انا سبتك، انا خرجت بعيد عنك بس زعلت ان انا سبتك. اتصل بالراجل قالت له ايه التربية اللي انتوا ربيتوها لابني دي؟ انا مش مبسوطة بتربيتكم لابني، انا هرجع اخده تاني، بالعكس ده انا كمان هبلغ عنكم في البوليس. الراجل طلع جري ولقى العصابة مثبتة الام وبنتها. ايه ده؟ دي واضح ان الام دي هي كمان في العصابة. ده اكيد ده طلبوا الفلوس كلها، والست كانت هتاخد الفلوس وتمشي هي وابنها. دي اخرة التربية ودي جزاة الخير اللي الست دي عملته؟ لا طبعا مش جزاته، بس هنشوف الضابط هيعمل ايه.
الولد ضرب النار على الضابط، بس البوليس جه في اللحظة المناسبة وأنقذ الأم. البوليس كان هيضرب نار على الولد، بس الضابط أخد النار مكانه عشان هو كان عايز يحمي الولد، وعشان هو كان صعبان عليه باباه. البوليس أنقذ الستين، بس الأم أخدت الفلوس وهربت. يا ترى الضابط هيخف من الحاجة دي ولا لأ؟ وفعلا قبضوا على الأم وعلى الابن وهينالوا جزاتهم دلوقتي. ودي النهاية السعيدة للفيديو بتاع النهاردة.